يا صباح يا صباح يا صباح الورد والفل. عملت يا بنات طبق فول بالتحابيش يجنن تحفة. روعة روعة. جوزي والعيال نزلوا عليه، شايفين الطبق ده قد ايه؟ ده سيرفيس كبير، نزلوا عليه حتتك بتتك، ما بقتش ملاحقة عليهم في العيش. كل شوية هاتي عيش هاتي عيش هاتي عيش. لما كانوا نسفوه نسف. كان روعة. والفولاية الجميلة اللي انت شايفاها دي انا اللي مدمساها، وهقولك دمست الفول ازاي. طريقة سهلة جدا 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 وبدون اي اضافات، وهيطلع لوز اللوز. تقولي عجمية، تقولي ملبن، تقولي اللي تقوليه. شوية فول عجمية. الفول بتاعي لا بنقع ولا حاجة. وتأكدي ان الفول المنقوع بيطلع عامل زي الفول النابت غير المدمس تماما. عمر بتوع الفول ولا المستوقد لا ينقعوا فول ولا يسلقوه ولا حاجة زي كده خالص. بصي بقى، الفول بنقيه وبغسله واروح حاطاه في الدماسة وعليه مية من الحنفية، واروح حاطاه على النار. يقعد ياخد ويدي كده لمدة 6 ساعات. هتقولي لي هياخد غاز كتير، انا ببقى مخلية العين دي شمعة. يعني اول ما يغلي اروح محطاه على الشياطة واخلي عين البوتاجاز دي شمعة، ويقعد ال6 ساعات يبكبك كده بالراحة لحد ما يتدمس ويبقى زي الفل كده. بصي بقى، شايفة عامل زي الملبن ازاي؟ هايل. ولا حطيت له اي حاجة خالص، مية وفول بس. واول ما يغلي بكون نقع شوية رز كده، يجي ربع كوباية رز اكون غسلهم ونقعهم واروح حطاهم عليه، ولا اقلبه ولا المسه ابدا. وكل ما الاقي المية بتاعته قلت اروح مزوده مية مغلية. اوعي تزودي مية من الحنفية او مية ساقعة، هتلاقيه عرقص. الفولاية دي عرقصت وحصولت. لازم تزوديه ميه مغليه. بصي بقى التحابيش بقى بعملها ازاي. بصلايه حلوه محترمه كده بقطعها مكعبات، وفي شويه زيت حلوين اسخنهم واروح نازله بالبصل بتاعي، وانزل بقى بالبهارات، شويه كزبره على شويه كمون على شويه ملح. بس هي دي البهارات اللي بحطها لها. وكم تقليبه كده لحد بقى ما تشمي الفحفحه والريحه الجميله. هتشمي ريحه حلوه قوي. تقلبتين كده وهتبصي تلاقيه البصل دبل بتاعك. روحي نازله بكام فص توم متخرطين زي ما انت شايفه، وتقلبتين برضو لحد ما تشم الريحه. وبعديها على طول بعد منها تروحي منزله بثلاث اربع قطيات متخرطين. ولا تحطي لا صلصه ولا عصير طماطم ولا حاجه، احنا الدنيا حر ومش عايزين حاجه تحمى على قلبنا، عايزين حاجه خفيفه كده وطعمه في نفس الوقت. وتروحي حاطه لها معلقه فلفل اسود وغطيها بس مفيش 5 دقايق. بصي انا عايزه الطماطم حيه كده، مش عايزاها تدوب ولا تبقى عصير ولا تبقى معجون. عايزاها صاحيه كده، يعني القوطه تبقى زي ما هي كده قطع وصاحيه. واروح نازله بقى بثلاث اربع قرون فلفل رومي. عايزه تخليه سبايسي حطي قرنين فلفل حامي معاهم. وشمي الريحه بقى، حاجه كده تحفه. واخر حاجه بنزلها، وبين الحاجه والحاجه مفيش هما دقيقتين زمن، ما بياخدش وقت ابدا. حزمة كبيرة كده كزبرة خضرة متخرطة، وقلبي كده كام تقليبة يا دوب هتشم النار وهتبصي تلاقيها دبلت. يلا بقى واطفي على طول. اول ما تقلبي كده تقلبتين خلاص اطفي بقى، هي بتشم البخار بتدبل وتبقى جميلة. التحبيشة دي روعة. يلا بقى نقول ايه الدعاء الجميل بتاعنا اللي بيملى لنا بيتنا خير وخير وبركة. يلا دوسيلي لايك بقى وشيري كده واحفظي الفيديو ده عندك، لانك هتحتاجيه كتير. هتحتاجيه في طار يوم الجمعة، هتحتاجيه في غدوة حلوة، هتحتاجيه في العشاء. بصي الجمال، شايفة المنظر؟ بصي الفولة بدون اي اضافات، ده مية وفول وشوية الرز عشان المية بتاعت الفول تلف كده وتبقى جميل. وانزلي بقى بالتحابيش الحلوة بتاعتك. بصي الجمال. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما بنا من نعمة فمن عند الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. ده دعاء سيدنا الخضر، دعاء جميل قوي يملى بيتك خير وبركة. ربنا يبارك لك في بيتك ويبارك لك في صحتك ويبارك لك في عيالك، ودايما تقفي وتعملي لهم الحلو كله. والطبق اللي ياكلوه من ايديكي عمرهم ما ياكلوه من حد بره ابدا، ولا هياكلوه في اي حته، ويحلفوا بالطبق اللي بياكلوه من ايدك ويحلفوا باكلك طول العمر. بصي الجمال بقى، بصي المنظر. يا رب احفظ ولادنا يا رب، وفرح قلوبنا بيهم يا رب، وكفيهم شر المرض وكفيهم شر عينين الناس يا رب، ونجح مقاصدهم واكرمهم وافتحها في وشهم وارزقهم
من اوسع الابواب يا رب العالمين. وقف لهم دايما ولاد الحلال، وابعد عن طريقهم ولاد الحلال، ابعد عن طريقهم ولاد الحرام، وجعل لهم في كل خطوة سلامة، واكتب لهم في الطيب نصيب يا رب العالمين. اللهم امين. شايفة بسم الله ما شاء الله، شايفة الجمال. الطبق ده بقى بقولك ما كنتش ملاحقة، كل شوية أمر لنا عيش، أمر لنا عيش، أنا أمر وهم يشمروا، أنا أمر وهم يشمروا. خلصوا لي العيش اللي في الفريزر كله، كلوه كله. لا اصله كان جميل قوي ويفتح النفس، واكله حرشه وطعمه طعامه، وما كانتش محتاجه اي حاجه معاها، لا بتنجان مخلل ولا سلطه ولا ترشي ولا اي حاجه. التحابيش دي خليته طعم طعامه. لا والفوله كانت عامله زي الملبن، زي العجميه، تحفه جميله، دايبه دوب، حتى القشره بتاعتها كانت دايبه. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بألف هنا